التطبيل بقى علني وعلى الهوا، تعال اسمع كده. بداية مع الأهلي، فالأهلي النهاردة نازل بيوجه رسالة بتقول أنا عم هذه البطولة، أنا عم بطولة الدوري المصري الممتاز، لأني قادر في أسوأ الظروف اللي الناس كلها بتقول إن الأهلي بيترنح في مسابقة الدوري، الأهلي بيفتقد. ابراهيم انت بدأت تطبل ولا ايه؟ بدأت تطبل؟ عرفت الطريق الصح منين ولا ايه؟ بدأت تطبل. بيقول لك الاهلي في اسوأ الظروف. ظروف ايه اللي اسوأ يا ابراهيم؟ استقرار اداري، لعيبه مفيش منها في افريقيا كلها. يعني مفيش فرقه في افريقيا عندها لعيبه زي الاهلي. ده الاهلي معاه فرقه يلعب بيها في اوروبا مش في افريقيا، وتقول لي اسوأ الظروف واستقرار اداري وكميه فلوس ملهاش عدد. ازاي يعني؟ بجد ازاي؟ بجد ازاي هتجننا يعني؟ ثلاثة من أهم نجوم مصر، مش من أهم نجوم الأهلي، وهم إمام عاشور، زيزو، تريزيجيه. بالرغم من ده فالأهلي قادر إنه يكسب الإسماعيلي. هتقول لي أصل الإسماعيلي ضعيف، هتقول لي الإسماعيلي يا جدع الاسماعيلي اي فرقه بتديله على دماغه. الاسماعيلي اي فرقه في مصر بتتمنى تلعبه عشان تاخد الثلاثه بونت، تاخدوا الثلاثه بونت في المرتاح. الاسماعيلي اضعف فرقه في الدوري حاليا، جاي تقول لي الاهلي في اسوأ ظروفه؟ يا جدع كفايه تطبيل بقى. بيصارع من أجل عدم الهبوط. هقول لك بس يبقى هو الإسماعيلي. فأنت لما تحط عنوان لماتش إن الأهلي بيكسب الإسماعيلي 2-0، لازم تتوقف عند هذا العنوان وتقول إن الأهلي النهارده العنوان تقول الزمالك بظروفه الصعبه بكل اللي هو فيه بالبلاوي الزرقاء بيلعب بناشئين تاني الدوري متفوق على الاهلي وبيراميدز بامكانياتهم واستقرارهم، تقول الزمالك. لكن جاي تفتح لي الحلقه وتقول لي الاهلي عم الدوري؟ عمك انت، الاهلي عمك انت، شكلك مدفوع لك يا ابراهيم. ثنائيه محمد علي بن رمضان وياسين مرعي، اللي بالمناسبه على فكره الكره بتاعته دي لو ما كانتش عملت ديفليكشن ودخلت في شباك احمد عادل عبد المنعم وراحت زي ما كان هو لعبها، كان هيبقى جول عالمي. يعني الكره دي فيها زاويه يا جماعه هنا عندنا في اون من ورا الجون بتاع الاهلي، من ورا جول. سايب الزمالك والعظمه اللي بيقدمها الزمالك في ظل الظروف اللي عنده والمشاكل والكوارث اللي عنده والتاني الدوري، وماسك لي في كره محمد علي بن رمضان وعمال يطبل للاهلي. هو في ايه يا جدعان؟ احنا وصلنا للدرجه دي؟ يعني وصلنا لدرجه البجاحه على الهوا بالطريقه دي؟ جول الشناوي، الكره دي لو لبست زي ما كان حاططها ياسين مرعي بشماله، كانت رايحه في حته على شمال احمد عادل عبد المنعم في المقص، كان هيبقى جون. وواحد من احلى اهو، بص الزاويه دي، بص 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 رايحه فين، بص رايحه فين. يعني لولا ان هي خبطت في لعيب الاسماعيلي كانت رايحه في الثمانيات. كان بص 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 التطبيل، بص التطبيل مدفوع لك كام يا ابراهيم؟ قول لنا بجد، قول لنا. شايف التطبيل؟ وصلنا لمرحله من التطبيل بجاحه، بجاحه اقسم بالله. هيبقى واحد من احلى جوال الدوري عبر تاريخه. ركزوا يا جماعه بس في اللقطه دي، خدها فيرست تايم بشماله، كانت رايحه في المقص، كان هيبقى واحد من احلى واجمل جوال الدوري عبر تاريخه. كان بيقول ما شفتش جون ناصر منسي في سموحه ولا ايه؟ نزل من على الدكه عمل جون، لو محمد علي بن رمضان اتشقلب مش هيعرف يعمل ربعه. انت متخيل الجون اللي جه بتاع ناصر منسي وماسك لي في جون محمد علي بن رمضان اللي الكوره خبطت؟ قوي 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 قوي، بس عملت ديفليكشن وراحت في مرمى الاسماعيلي عشان تسجل الهدف الثاني. فارجع واقول لك ان الاهلي وهو مفتقد لثلاثه من اهم نجوم مصر، مش من اهم نجومه، وهو في الفتره الاخيره مش احسن الحال، والجمهور عنده تعليقات وتحفظات وتعليقات كتيره، حتى ولو ان الاهلي حتى بيكسب بس برضه الجمهور مش مبسوط. بس الاهلي النهارده بيقول لك لا، انا بطوله الدوري دي انا عم البطوله دي، فانا هعرف اكسب ازاي حتى وانا في اسوأ حالاتي. يا اخي اتقوا الله، بجد اتقوا الله.